إيران هي صناعة أمريكية. إيران وأذرعتها صناعة أمريكية صهيونية، وأنا لن أغير من هذا الكلام حتى لو رأيت أمريكا تحرق إيران حريق، ما بغيرش كلامي لأن أنا عارفة اللعبة كويس. وعندما أقول لكم إن الحوثي مدعوم أمريكيا وإسرائيليا فأنا أعني ما أقوله، وأنا واثقة من كلامي جيدا، وإن هناك مخطط كبير يستهدف المنطقة بشكل عام. إيران تلعب لعبة الأفعى مع أمريكا ومع الصهاينة. إيران ما بتتحركش حركة ولا تصرح تصريح إلا وقد وقعت عليه أمريكا بأمر أمريكي. الحوثي ما يصرحش تصريح، وحزب حسن زميطة ومقتدى الصدر وكل هؤلاء الذي يسمون أنفسهم مقاولات ما يخرجوش أي كلمة إلا أمريكا هي التي تكتبها لهم وتنصها لهم. سيأتي يوم بتقول لهم أمريكا اقصفوا علي واضربوا علي علشان كل حق الرد، وتطلع أمريكا تعلن إنه قصفت علي إيران وقصف علي حسن زميضة ومقتدى الصدر وغيره والحوثي وغيره، وراحوا ضحايا كثير علشان يكون لهم حق التدخل واقتحام هذه المناطق والعبث في أمن الدول العربية. أنا أقولها اليوم وغدا وبعد غدا، إيران وأذرعتها صناعة أمريكية، وجودها أمريكي، تمويلها أمريكي، داعمها أمريكي. بتكلم الحوثي، يا حوثي أنت بتخرج تجيب تصريحات وتقول قصفت وقصفت وقصفت. هذه التصريحات الذي تتبناها وتخرج تهدد، أنت تهدد ما تتبناش، تهدد بهذه التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أمريكا تخرج تقول الحوثي قصف علينا وضربنا ونحن الواجهة الآن خطر، والحوثي الآن يشكل خطر علينا، وأنتم توظفوها يا حوثة، توظفوا هذه المعلومات وهذه الأشياء بحيث أنكم تحرفوا البوصلة عن العدو الإسرائيلي إلى اليمنيين، وتتهموا اليمنيين بالصهيونة والعمالة، وإلى الدول العربية والإسلامية كالمملكة العربية السعودية وغيرها. الحوثي وأمريكا وإسرائيل في طاولة واحدة، في طاولة واحدة، وداخل صنعاء منظمة زوا الصهيونية الإسرائيلية، منظمة زوا الإسرائيلية الصهيونية التي هي موجودة في حدة بالقرب من فن سيتي، ودائما هذه المنظمة يجتمع فيها الحوثيون مع أصحابهم وأخوانهم الصهاينة والأمريكان. تمام. أش يفهم ماذا تعمل منظمة زوا الأمريكية الصهيونية داخل صنعاء يا عبد الملك الحوثي؟ أش تعمل هذه المنظمة؟ ولماذا مسموح لها أن تمارس كل أعمال للتغطية على عملها الحقيقي السياسي، والذي هو الاجتماعات الحوثية الإسرائيلية الأمريكية داخل هذه المنظمة؟ عدينا لكم أنه السفارة الأمريكية في صنعاء محروسة وتحت حراسة أمنية مشددة من قبل الحوثيين ولم تصب بأي مكروه أو أي أذى. طيب منظمة زوا الأمريكية الصهيونية، أين الموت لأمريكا والموت لإسرائيل؟ هذه المنظمة المتواجدة في صنعاء موجودة لاجتماعات الحوثيون مع الأمريكان والصهاينة، ويتلقون الأوامر ويتلقون التعليمات في هذه عبر هذه المنظمة. عندما تخرج أمريكا تصرح بأن الحوثي استهدفها وهو لم يستهدفها، فهي بتكون أوامر أمريكية صهيونية وكلها مدبلجة. المنظمة هذه موجودة لكي تراقب الشارع اليمني وتعطي التعليمات للحوثيين ماذا يعملون وماذا يصنعون، ومن ثم تخرج بتبييض وجه للحوثي بأنه الحوثي قصفهم. وعلى فكرة في الوقت المناسب أمريكا بتقول للحوثي تبنى عمليات هجومية كبيرة وقول إنه قصفتنا، وهم يعلنوا إنهم تعرضوا للقصف وما إلى ذلك، وإنه راح منهم ضحايا كثير، وإنهم لهم الآن حق الرد كي يستطيعوا أن يسيطروا على باب المندب وأن يدخلوا اليمن مثل ما دخلوا العراق مسبقا. لذلك أتمنى من اليمنيين أن تصحوا وتعولوا كل كلمة أقولها. منظمة زوا الصهيونية الأمريكية موقعها صنعاء حدة قريب من فن سيتي. هذه المنظمة هي منظمة سياسية وليست منظمة إنسانية. تحياتي.